ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين وسنة جديدة وسعيدة يا رب. ويا رب يجعلها كلها سنة حمام في حمام. بصوا بقى على الجمال والحلاوة ما شاء الله. اللهم بارك. النهاردة بقى انا جاية اقول لكم سر من اسرار حشو الحمام بتاع المطاعم. ازاي الحمامة تطلع معاكي كبيرة وتبقى حلوة كده، وانتي تشوفيها كده تقولي ايه ده جايبين حمام كبير. لا، ما هو الحمام مش كبير ولا حاجة. بصوا بسم الله ما شاء الله. هنا كده في العضمية اللي انا بشاور عليها دي لازم تتكسر كده لجوه، ونضغط على الحمامة علشان خاطر الحمامة كده تتفرد. بصوا انا هوريكم واحدة تانية. العضمية برضو اللي انا بشاور عليها هنكسرها كده زي ما انا ما بكسرها كده بالظبط. بصوا وهندوس عليها كده ضغطة كده جامدة. بصوا ما شاء الله، تحسوا كده ان الحمامة اتفردت كده، فردت نفسها. بعد كده هيكون معايا طاسة على النار، هحط فيها كده حتة زبدة حلوة. اول ما الزبدة تسيح معايا هكون مقطعة بصلتين كبار مكعبات صغيرين زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هنقلب بقى البصلة دي، هنحط عليها كده معلقة من الفلفل الاسود، ونقلب البصلة لحد ما تدبل. اول ما البصلة تدبل معاكي، طبعا معايا الكبد والقوانص بتاعة الحمام مقطعاها قطع صغيرة، وهنزل بيها على البصلة اول ما البصلة تدبل. بصوا بقى كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دي كده اول خطوة معانا. هكون غاسلة بقى كوباية ونص بالظبط من الرز. هي الاربع حمامات بياخدوا كوباية ونص رز. وهننزل بقى عليها كده بمعلقة من الملح، معلقة من البهارات السبعة، ومعلقة فلفل اسود. وبس خلاص. وهنقلب بقى الكلام الحلو ده مع بعضه لحد كده ما الرز يخروش. اول ما الرز يخروش خلاص هطفي عليه. ويلا بقى عشان نحشي الحمام. يلا يا قمر ادعميني باللايك وكومنت حلو زيك وشير كتير عشان خاطر الفيديو يوصل لناس اكتر. بصوا بقى كده خلاص بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هطفي عليه وتعالوا بقى نحشي الحمام. هيكون معايا كده حبة بقدونس من ورق البقدونس بس. هقطعه كده زي ما انتوا شايفين، وهنقلبه كده في الخلطة دي. البقدونس هنا بيدي ريحة روعة للرز بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى هنا الحمامة ما بتاخدش اكبر من حجمها خالص، لانها لو خدت اكبر من حجمها لازم تفرقع معاكي. فانتي هنعمل ايه؟ احنا بنحشي كده خطوة خطوة، هنمشي مع بعض ونشوف الطريقة ازاي. بحشيها كده من تحت، وبعدين بحشي الرقبة دي، الجلد كله ده فاضي بنحشيه برضو بالرز بنفس الطريقة. بس لازم نتعامل مع الحمام معاملة الممبار. يعني ايه معاملة الممبار؟ احنا بنخلي الممبار كده متهوي، ما بنملهوش قوي عشان ما يفرقعش في المية. نفس الطريقة برضو مع الحمام. بصوا بسم الله ما شاء الله الحمامة فردت ازاي، ولسه هنفردها تاني. برضو هوريكم واحدة تانية كده وانا بحشيها. هتحشي بنفس الطريقة. واوعي تنسي ان الاربع حمامات بياخدوا بالظبط كوباية ونص رز. ولو حصل وعملتي رز زيادة مش هيحصل اي حاجة. انتي ممكن تسويه ويبقى رز بالخلطة طعمه خرافة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. انا ليه بقى بكتف الجناح ده؟ عشان خاطر افرد الحمامة، ما تبقاش في حاجة مضايقاني وانا بحشيها. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله. يلا بقى هنكتف الحمامة وهوريكي الفرق قبل ما احشي الحمامة ازاي، وبعد ما اتحشت ازاي، وهتشوفوها بقت كبيرة قد ايه. ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى كده انا هكتف الحمامة كويس، وبعد كده هجيب ابرة وخيط، وهنخيط بقى الحاجات المفتوحة دي عشان انا مش عايزة نقطة رز تنزل في الشوربة. بعد بقى ما اقفل الحمامة كويس لازم اضغط عليها عشان كده تتهوى والرز يتفرد جواها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله. انا كده عقدت الفتلة وهنقصها وخلاص على كده. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، تضغطي عليها كده تخلي الحمامة بتاعتك مفرودة، ما تخليش الحمامة بتاعتك مكبوسة رز. والسر من الأول عشان الحمامة تكبر معاكي هي كسر الحتة بتاعت الصدر دي، تكسريها لجوه عشان الحمامة تتفرد كده ويبقى الجلد بتاعها مرن وتعرفي تحشيها كويس. بصوا بقى الحجم اللهم بارك. هيكون بقى معايا مية مغلية على النار، وهنزل بقى بالاربع حمامات بتوعي. هسلقهم وما بياخدوش وقت، بياخدوا حوالي كده نص ساعة بالظبط. وهغطي عليه كده واسيبه ياخد غلو. وبعد كده هكون مقطعة بصلاية، هنزل كده بالبصلاية عليه، وعليها كمان فلفل اسود والبهارات السبعة. وهحط بقى الملح كده في الاخر لان هحط ملح خفيف لان احنا متبلين الرز. بسم الله ما شاء الله. وبس خلاص. بعد ما اسلقها هوريها لكم بقى عامله ازاي. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله الحمام طالع عامل ازاي. اللهم بارك. اتفضلوا معانا. بعد كده هيكون معايا حته زبده حلوه كده عشان انا هحمر الحمام في الزبده.
انا ما بحبش احمره في الزيت، بحب احمره في الزبده كده، بتديله طعم حلو قوي. بسم الله ما شاء الله. هنزل بقى بالحمام بتاعي كده هحمره. اول ما يحمر من تحت هقلبه على الناحيه التانية، وبرده الجناب كده اللي فيها الاجنحه هقلبها برده عشان تتحمر كل الحمامه. بسم الله ما شاء الله. بالنسبه للون الزبده ده اللي غمق، دي المرته يا جماعه، هي اللي احمرت كده علشان خاطر طبعا انا حاطه زبده مش حاطه سمنه. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وبالمعلقه كده تاخدي كده من الزبده تنزلي على الحتت الفاتحه دي عشان ما تاخدش معاكي وقت في التحمير، ما تبقاش الحمامه ناحيه وناحيه او جنب وجنب. بسم الله ما شاء الله. طبعا الزبده دي انا مش هرميها، انا هستخدمها وهعمل بيها طشه الملوخيه، هتودي الملوخيه في حته تانية خالص. بسم الله ما شاء الله. والنهارده بقى أكلتنا هتبقى الملوخية وشوربة الحمام ورز بسمتي ومعاه كمان الحمام. بسم الله ما شاء الله. ممكن تعملي جنبه سلطة أو تحطي كمان ترشي، الترشي هيبقى طعمه أحلى. بصوا بقى الجمال والحلاوة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. الحمامة بقت زي الفرخة الصغيرة الحشو. واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.